السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. النسيان، انا بنسى المعلومات، انا بذاكر وبنسى. انا اعمل ايه؟ ممكن تكون الداتا كتيره، يعني الكلام كتير وانا مش بتذكر كل ده، اعمل ايه؟ طيب انا هقولكوا على طريقه انا كنت بعملها لما دخلت الكليه. لقيت الطريقه موجوده وبنستخدمها عشان الداتا بتبقى كتير والحفظ كتير وكده. فيلا نبدا بدون مقدمات، نسمي الله. انا عاملاها كشكل برزنتيشن كده عشان بس يبقى فيه تنظيم وما تتوهوش مني، بس ان شاء الله تبقى خفيفه عليكم. طيب خلينا نبدا. انا عايزه اغطي 3 نقط في الفيديو ده. اول حاجه يعني ايه اعمل تسكيمه، وازاي اعملها اصلا، وهوريكم تطبيق عملي عليها عشان ما اقولكوش كلام وامشي. تمام، والتطبيق ده هيكون من جوه المنهج بتاعكم، انا بتكلم لسنه تالتة. طبعا الطريقه الاولى وتانية وتالتة بس، يعني انا اللي فاكراه وكويس اصلا إني افتكرت حاجات من تالتة سنه. تمام، وخلينا نبدا. يعني ايه تسكيمه؟ يعني انا هاخد معلومات هدخلها مخي بطريقه ما، بحيث ان انا اعمل لها ريمبر بسرعه. تاني، معلومات عندي في الكتاب هدخلها مخي بطريقه معينه عشان افتكرها بسرعه وقت ما احتاج. تمام، ده يعني الملخص اللي احنا هنعمله عشان موضوع النسيان وكده. طيب ازاي بقى اعملها؟ هنعملها بثلاث حاجات. اول حاجه انك تشتغل بالاختصارات وهفهمك كل واحده لوحدها. تاني حاجه هعمل سين في دماغي. طب تالت حاجه هقرب المعلومه بتشابه الحروف واحده واحده، ونبدا باول حاجه. اول حاجه ازاي اعمل سين. عندكم في الشابتر التاني في الاحياء، شابتر التنسيق الهرموني، ان اللي بيشتغل على نسبه الكالسيوم في الدم هو الباراثيرمون والكالسيتونين، صح كده؟ طيب انا كان عن نفسي بتلخبط ما بين الكالسيتونين والباراثيرمون. انا ما كنتش بفتكر مين اللي بيقلل مستوى الكالسيوم في الدم ومين اللي بيخليه يعلى. الحكايه دي كانت ملخبطاني. طيب انا كنت بعملها ازاي؟ طبعا العظم احنا متفقين ان هو مليان كالسيوم، تمام؟ فاحنا هنقول ان العظم ده هو البيت بتاع الكالسيوم. حلو كده. طيب باراثيرمون انا باخد اول اسم بارا. كنت بقول ان البارا بيخرج الكالسيوم بره بيته. تاني، الكالسيوم بيته العظم، الباراثيرمون هيخرج الكالسيوم بره بيته. مين بيته؟ العظم. فبالتالي هيزود لي نسبة الكالسيوم في الدم، وعكسه طبعا الكالسيتون. تمام. الطريقة دي مش انا اللي جايباها، يعني التسكيمة دي مش انا سمعتها من دكتور. تمام، يبقى دي اول حاجة انا هعمل سين. ازاي؟ انا هرتب دماغي كده بحيث ان انا ايه، ادخل المعلومة بطريقة منطقية في دماغي. بعد كده هتبدأ بقى انت تسترجعها براحتك. تمام. طب دي اول حاجة هعمل سين. تاني حاجة تشابه الحروف. طيب انا كنت بتلخبط ما بين الكعبرة والزند، بشوف مين هنا ومين هنا. وطبعا يعني انتوا زمانكم شفتوا كتاب الامتحان جايب الاسئله تحس ان هو بيتفزلك فيها قوي، يتني لك الايد كده ويعوجها لك كده. فبصراحه كانت بتنرفزني الاسئله دي، فقلت اريح دماغي. هو يعني عاده بيكون جايب الهاند الكف وحته من، يعني ما كانش بيكمل حتى لحد القلبه، كانش بيكمل لحد الكوع. فكان بيلخبطني، يعني انا ما كنتش عارفه دي مين دي ومين دي، يقول لك سين وصاد. فانا كنت معلماه ازاي؟ الكعبره ناحيه الصابع الكبير. تمام، شايفين اهي الكعبره، ده الصابع الكبير ودي الكعبره اهي، وطبعا دي الزند. تمام، يعني كاف كاف دي بتشابه الحروف، دي برضو تعتبر تسكينه. طيب عشان برضو ما تتلخبطش، ان ساعات بيجيب لك ايد معوجه معرفش ايه، حاطط ايده في جيبه، حاجات غريبه كده. طب دي تاني حاجه. طيب تالت حاجه بقى، ودي اللي هتفيدكم قوي 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 في النظري، انه هيبقى عندكم مقالي. طبعا هيبقى فيه نقط كتير فانتوا تحفظوها ازاي. دي طريقه اللي قدامكم دي. ان انا بعمل ايه؟ بشوف كذا نقطه، انا طبعا بكون حافظه كل نقطه لوحدها وفاهماها، بس ان انا اقعد اجمعهم مثلا 6 7 نقط ورا بعض يعني ارهاق. فانا كنت بعمل ايه؟ مثلا زي ما انتم شايفين كده، انا مش عارفه بصراحه ايه البتاع ده، يعني انا بجيب لكم اي حاجه كده لان ما افتكرتش حاجه يعني ريليتد للمنهج اللي عندكم، خصوصا ان احنا ما كانش عندنا نظري. فنقيت اي حاجه، وليكن مثلا البتاع ده تقريبا هو سحلب معرفش. فوائده: يقلل الكوليسترول، هو سريع الهضم، يفيد الحوصله المراريه،
ويقي من امراض القلب مثلا، يعني دي البنفيتس بتاعته. طب هنعمل ايه؟ هناخد الكاف والسين والراء والب، فهنحطهم في كلمه بتاعت كاسبر. كاسبر اللي هو يعني شريط كاسبر ده، اللي هو على فكره جالنا في الامتحان، يعني سالنا على شريط كاسبر ده، كان من ضمن الحاجات الفزلوكه يعني. ما علينا يعني. مش شرط على فكره تكون الكلمه بتدي معنى، هي طبعا هتبقى افضل لو ادت معنى، انك مش هتروح من دماغك على طول، بس عادي يعني لو ضايقت معاك يا عم مش مشكله، اعمل كلمه من غير معنى واحفظها. يعني مثلا فوائد البتاع ده هي كاسبر، تمام. الكاف كوليسترول، انت تعرف بقى يعني يقلل الكوليسترول. طيب السين سريع الهضم، حلو. الب جاي من القلب، يقلل امراض القلب. الراء الحوصله المراريه. دي كانت طريقتي في ان انا اجيب النقط دي. طيب في طريقه تانية، واللي خد مناعه فيكو هيفهمني. ساعات الحاجات اللي بتبقى مكونه من كذا نمبر دي انا كنت بعملها حدوته، وهتنفعكم قوي في حاجه زي المناعه والتكاثر، انه برضو فيهم رغي كتير، والكلام لما يكون مفهوم وحدوته هيبقى احلى 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 قوي، انه تسترجعوا كده في نقط وتسلسل حلو. انت هتعمل موضوع كحدوته، انا مش جايبه لها مثال معلش. هتعمل موضوع كحدوته مثلا، برضو بتوع المناعه هيفهموني. ميكروب داخل الجسم، اول حاجه الخلايا السريه بدات تعمل معرفش ايه، وتعمل ليمفوكاينات، الحاجات دي، القصه دي كلها، وتنادي بقى على زمايلها والحكايه دي، انت تعملها كحدوته، تفهمها الاول كحدوته، وواحده واحده انت الخطوات هتتسلسل معاك. وعلى فكره الناس اللي مستصعبه المناعه، الناس اللي المناعه هي لحد دلوقتي مش عارفه تفهمها، عادي جدا، المناعه باب تقيل. وعلى فكره يعني حاولوا تهضموه كويس، عشان هو بيجي منه اسئله كتير في الامتحان، وبيحب يرخم في النقط دي. بس صدقوني هي مش تيجي من اول مره، بالراحه كده على نفسكم واهدوا وهتظبطوه والله. هو بس عايز له تخلصوا اول مره، وبعدين اقعد له قعده محترمه هيخلص. انا بجد قعدت قعده محترمه كده لحد ما خلصته، يعني القعده دي كانت عليها لاخر السنه والله. يعني كل يعني سكمته وظبطته كده زي ما بقول لكم، الحاجات المتشابهه بعملها، الحاجات اللي عايزه حدوته، ويا ريت بلاش ورق منفصل، بمعنى انك سكم في نفس الصفحه، يعني الصفحه اهي سكمها، يعني انت شوف مثلا اللي تحفظه احفظه، واللي تسكمه تسكمه، واللي يطير ده ويطير ده، يعني ولا تعرف تحفظه ولا تعرف تسكمه اعمله في فلاش كاردز، ورق اللي هو الملون ده او اي ورق، واكتب الحاجات اللي بتروح من دماغك دايما والزقها في ايه، في نفس الصفحه. الصفحه هتتزحم بس هيبقى يعني انجاز كده، والكتاب هيبقى بيفتح النفس، وفي نفس الوقت انت مش هتتعب وانت بتراجع، انت فاهم، انت نص المعلومات سكمتها، والنص التاني انت عملته فلاش كاردز، وطبعا اكيد في حاجات انت حفظتها، فانت عايز ايه تاني؟ هتنسى ايه؟ ده كان حاجه سريعه كده، يا رب تكون فادتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.